أرجوكي اقفلي بقك. جنايدن يا حلوين، أهلا بيكم في قناتي. معاكم منى، والنهاردة فيديو توك ويز منى. هاتي مجك المفضل بمشروبك المفضل وتعالي اتفرجي معايا في الفيديو واحنا بنتكلم مع بعض. والنهاردة أنا هتكلم عن أرجوكي اقفلي بقك. أرجوكي اقفلي بقك وداري على شمعتك تقيدي. عارفة المثل اللي بيقولك دايرة على شمعتك تقيد؟ ده حرفيا حرفيا انت لما بتداري على شمعتك بتقيدي فعلا. يعني مثلا انت عايزة تعملي حاجة معينة، لاحظي كده لحظة كده وافتكري كام حاجة انت قلتيها للناس انت كنت ناوية تعمليها وما بقيتيش تعمليها او ما عملتهاش، ما عرفتيش تعمليها لسبب ما، ان الحاجة دي بتتنظر وبتتحسد وبتاع فانت ما بتعملهاش. كم مرة مثلا قلتي مثلا لحد انا التزمت في الصلاة وجيتي خيشتي؟ كم مرة قلتي أنا بقرأ قرآن وملتزمة ويا ستي بتخلصي كل شهرين مرة، ف ما بقيتيش تعرفي تعملي كده. أو مثلا أنتي قلتي أنا هقدم في شغلة معينة وحصل إن أنتي ما قدمتيش وما اتقبلتيش. أنا حاليا بعمل حاجة وفجأة فشلتي فيها. أنت فاهمة؟ الحاجات دي بتتنظر يعني أنتي بصي، أنت بتعرفيش في نفوس الناس إيه نهائي. لان ممكن يبقى قدامك حبيبك او بيحبك ولاف بقى واحضان ويا حبيبتي وهي من وراكي حقود عليكي، منفسنه عليكي، مش طايقاكي، عماله تحسدك على اللي عندك، مع انك ساعات بتبقى عندك الحاجات الطبيعيه عاديه، بس هي بالنسبه لها انت عندك حاجات واو، مع انها عندها نفس الحاجه بس ما تعرفيش هما بيحبوا يبصوا لحياه غيرهم. فانا بقولك ارجوكي داري على شمعتك تقيدي واقفلي بقك ده، اقفلي بقك ده، وانتي هتنوري. اتكلمي بعد ما تعمليها. خلاص انتي عملتيها وخلاص الحمد لله يا ستي. كنت عايزه تشتغلي في بوزيشن معين وقدمتي وذاكرتي له وعملتي وقدمتي ونجحتي واشتغلتي وتثبتي، خلاص انا بقيت اشتغل في البوزيشن ده. الناس هتحسدك برضو وهيحصل لك حاجات كتير، بس انت بقى تستعيذي بالله وتقعدي تقولي الاذكار بتاعتك الصباحيه والمسائيه وان شاء الله ربنا يحميك، وبتدعي ان ربنا يحميك ويبعد عنك اي حاسد او اي شر من الناس، وربنا الحامي في الاخر. انت مهما عملتي انت اللي هيحميكي هو ربنا، ما فيش حد تاني هيحميكي اكتر منه ولا اي حد. بس فارجوكي، يعني انا ياما انا كنت كده برضو، كنت بقعد اقول عادي مش فارقه معايا، حتى اول لما بقول انا بسيبها، والله العظيم بسيبها. يعني انا حوار الكونتنت والفيديوهات ده اقول لكم سر، انا من 3 سنين انا كنت عايزه اعمل محتوى وكونتنت وكل ده وهو في دماغي وهكذا، بس ايه اللي حصل؟ عشان انا قلت ان انا هعمل كونتنت كذا وهعمل كده، قعدت 3 سنين حرفيا ما بعملش حاجه. والله هو بص، فيهم منهم كسل مني وفيهم مني اللي انا ما كنتش بقفل بقي، والله ما كنتش بقفل بقي بجد. اقفلي بقك، عماله اقول انتي فتحتيه ليه؟ بقعد اضرب انتي فتحتيه ليه بجد. لان اللي هو ايه، انتي لما يعني الناس ساعات انتي مثلا بتوصلي قبليهم، ده رزق، انتي ساعات بتوصلي قبليهم، فهم في ناس غصب عنها بتبص اللي هو يا رب طب انا تعبانه. في ناس فعلا بتبقى تعبانه واجتهدت بس يعني ربنا مش رايد لها النجاح دلوقتي، مش رايد لها الحاجه الحلوه دلوقتي، فبتبص طبيعي. ساعات يا رب يعني دي انجح مني ودي احسن مني ودي مش عارفه ايه وانا تعبانه ومش عارفه ايه. بس هي ما تعرفش اللي ربنا شايل لها حاجه احسن، دي جه ميعادها دلوقتي، انت ميعادك بعد شويه يعني. استني على ربنا، والصبر جميل يا صبر ايوب. يعني ده سيدنا ايوب قعد حاجه و70 سنه صابر على مرضه. اللهم صل على النبي. وفي ناس بقى تانية نفوسها وحشه جدا، نفوسها وحشه، حتى لو هي معاها بسم الله ما شاء الله الملايين برضه بتبص في حاجه غيرها. ايه ده؟ هو ده عنده صحه مش عندي؟ مع انه عادي بيبقى عنده صحه، بس يعني هو علشان مثلا بيلعب جيم
وبتاع وعضلات، او اللي هو الولد او البنت عادي بتلعب جيم ومهتميه بصحتها، تلاقي البنت هبطت فجاه او الولد اتهبط فجاه وحصل له حاجه. يعني انا اعرف حد هو كان بيلعب جيم وبتاع ونزل صوره بس بس صوره على السوشيال ميديا، قالك الله ايه اللي حصل له؟ حصل له تاني مره راح الجيم حصل له اصابه في ظهره، ما بقاش عارف يقعد ولا عارف يقف، وقعد سنه بيعمل او كام شهر 6 7 شهور بيعمل علاج طبيعي وما رجعش للجيم الا بعد مده كبيره. صوره نزلت في مره خلته قعد سنه تقريبا ما بيلعبش وبيعمل علاج طبيعي. انتوا فاهمين؟ انتوا فاهمين النفوس؟ انتوا فاهمين؟ ف ف دايروا على شمعتكم، هات ايده والله العظيم قسما بالله. خلي الناس تتفاجئ ان انت بقيتي كذا، خليهم يتفاجئوا يقولوا لك ايه اللي حصل، ايه ده انت عملتيها كده زي، طب انت ما قلتلناش ليه؟ لهم عادي انا ما بحبش اقول حاجه عن حياتي. وقفي الناس عند حدها، ما تخافيش ان انت الناس تزعل منك او تتضايق او تبعد عنك، لا. انا مش عايزه اقول يا جماعه انا حره، هيقعدوا يقول لك عليكي خبيثه، انت سوسه، انت مش عارفه ايه. يا سيدي قول انا سوسه وخبيثه وكل اللي انت عايزه، انا يا سيدي مش عايزه. انت كمان انا ما جيتش قلت لك انت بتعمل ايه في حياتك، او انت بتعمل ايه كذا، او انت ما بتعملش ايه كذا. انا جيت قلت لك، انت قلت لي، انت اللي بتيجي تقول لي مثلا، فتمام انت حر، انت جيت قلت لي، اما انا مش عايزه اجي اقول لك او انا اقول لك. في ناس بقى لا انت لازم تقولي لي، ولو ما قلتليش فانت ما تبقيش الصاحبه الجدعه او مش عارفه ايه. هو ايه ده؟ هو فين الجدعه في ان انا اقول لك حياتي او ان انا ماشيه فيها ازاي؟ الجدعه لو انت في مشكله، لو حصل لك لا قدر الله حاله وفاه فانا اقف جنبك، لو حصل لك ضيقه فانا اقف جنبك او افكها لك لو انا قدرت، هكذا اقدر على. هو ده. ما تقولي لي اللي انا ما قلتلكيش حاجه فانت كده مش صاحبه جدعه. يا ستي انا مش عايزه ابقى صاحبه جدعه، روحي شوفي لك صاحبه جدعه تانية. انت غريبه جدا، صح؟ وياما اكيد 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 صاحبه دي جات لكم اكيد. وانا الحمد لله يعني ما كنتش بقول برضو الحاجات الكبيره قوي، يعني انا كنت بقول الحاجات اللي هو مثلا انا عايزه اشتغل في كذا، انا عايزه اعمل كذا، انا مش عارفه عايزه اعمل ايه. وقفت. يعني في ناس حتى لو هي مش عايزه تعمل ده، يعني في ناس فعلا اللي انا قلت لها هي ما كانتش عايزه تعمل كونتنت ومش عايزه تعمل كونتنت، بس ما اعرفش هي بتبص ليه بقى. المشكله اللي هو ليه يحسدوكي طالما انت مش عايزه ده. يعني مثلا انت يا ستي عندك عندك ايه، عندك اي حاجه بس هي عندها، او هي مش عايزاها او هي مش محتاجاها، هي من جواها مش عايزاها، بس ليه بتحسدك؟ ما اعرفش، ده بقى حاجه عند ربنا، هو عارف النفوس واللي فيها. بس ادعي ربنا ان هو يبعدك عن النفوس دي، يكشفهم لك. لازم تكشفيهم لان انت مش هتبعدي الا لما تكشفي الناس اللي قدامك، وان هو يحميكي منهم ومن الحسد وكده، وتقولي اذكارك صباحا ومساء وربنا يحميكي من الحسد ومن الاعمال ومن كل شر حرفيا. بس وما تسمحيش لواحده اللي هي تقعد تستفزك الابتزاز العاطفي، تستفزك عاطفيا، اللي هي ايه ده انت مش صاحبه جدعه، وهي اصلا تبقى سوسه. اكبر مثال يا جماعه على حوار المذاكره بتاع الكليه او بتاع المدرسه. انا ما فتحتش كتاب، انا هسقط، وتخرج من الامتحان معيطه معيطه يا اختي، وانا هسقط وانا ومش انا، وتلاقيها يا اختي جايبه الفول مارك، جايبه العلامه النهائيه او جايبه ممتاز. اللي هو امال مين اللي كانت بتعيط دي؟ مين اللي كانت بتعيط دي؟ لا. فصدقوني في ناس خبيثه ما بتحبش تقول، خليكي زيها. طب خبيثه خبيثه، المهم انا مش بايده لما هم بيبقوا خبث خلاص خليكي خبيثه. وايه يعني لما تبقي خبيثه؟ ليه تبقى انت العبيطه وهم عارفين عنك كل حاجه وهم يبقوا خبثه؟ يعني انا يا جماعه هحكي لكم موقف. انا كنت في الجامعه وما كنتش بذاكر الا قبل الامتحانات بقى بيومين، على حسب الايام اللي هم بيحطونا، ساعات بيحطونا يومين، ساعات 3، ساعات اسبوع. فتمام تمام. فكنا في سنه رابعه وانا كنت في قسم معين وما كنتش بذاكر. يعني شفت المواد بتاعه سنه رابعه كويسه واقدر اذاكرها في الايام اللي هي يعني مش محتاجه قال انا ابدا فيها بشهر ولا حاجه. واحنا كنا شله ساعتها، كنا في اولى وثانيه مع بعض عشان كنا بناخد كل الاقسام. اول لما ابتدت الاقسام كل يعني الشله اتقسمت. اوكي، كل واحد بقى راح القسم اللي هو عايزه.
فمثلا احنا كنا بقى خلصنا مثلا محاضراتنا ومتجمعين قاعدين مع بعض مره، فمثلا هم بيتكلموا على المذاكره، كان فضل شهر على الامتحانات وكده، و وبيقولوا اللي هم ابتدوا في المذاكره، فانا قلت لا انا ما بداتش. فالبنت بقى هزوق طلع، يعني انتي يا منى فعلا عايزه تقولي لي ان انتي ما ذاكرتيش خالص ولا فتحتي ورقه من الماده؟ قلت لها اه يا حبيبتي انا فعلا ما فتحتش بتاع من الماده عشان انا الصراحه مش محتاجه افتح، وكمان انا لو فتحت هقول لا انت قسم تاني، فانت مش حاسه بيا، مش عارفه موادي، انت يا ستي انت قسمك عايز دح، انت حره انا مالي. اللي هو ايه ده، اللي هو انت تبداي إيه ترد عليها زي نفس الرديه عملت لك كده انت تعملي كده، اللي هو انت ايه يا حبيبتي ما تهدي على نفسك شويه مش كده. ما شفتكيش عالمه يعني دلوقتي عاديه يعني. ف لا 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 لا، ده اللي هو ايه الحوارات دي، وبنات لازم ترد عليها. انا انا كنت حرفيا في الجامعه ما بسيبش بنت قالت لي كلمه ما عجبتنيش وانا ما ردتش عليها، قسما بالله. اي بنت يعني انا تقريبا بس فرقت الدم على هزقتهم من كتر ما هم. يا بنتي خليكي في حالك يا حبيبتي، هو انا جيت جنبك؟ وفي بنات انا انت مين اصلا عشان تخشي تقولي لي اعملي كذا؟ انت مين اصلا؟ وبنات بقى في عشم في عشم كده اوفر، ب... ب... بتخش تقول لا انت هتعملي كذا وانت اصلا ما بتبقيش تعرفيها، فلو انا ببص كده مين حضرتك؟ مين انت اصلا عشان تقولي لي اعمل ايه ولا ما اعملش ايه؟ انا بكلم صاحبتي دلوقتي، انت مالك؟ كانوا يحبوا يتدخلوا في ما لا يعنيهم بجد. بس ما تسكتيش للبنات للبنات خاصة. انا بحب البنات وابقى للبنت، بس في بنات عايزه تجيبها من شعرها، والله العظيم عايزه تجيبها من شعرها من كتر ما هي مستفزه، من كتر ما هي بارده، من كتر ما هي بصي بجد. لو لقيتي بقى ولد هو بصوره منك فدي مشكلته، ده حبيبي راح جه ولد بالغلط، ده ملناش دعوه. احنا خلينا بالبنات دلوقتي، اللي هو طبيعي في بنات ممكن تبقى متغاظه منك، متضايقه منك من اللاشيء، من اللاشيء حرفيا هي متضايقه منك. ليه؟ عشان هي شايفه حاجه عندك، هي او هي انت عامله حاجه هي مش عارفه تعملها، هي مثلا مش عارفه تبين شخصيتها الحقيقيه وانت مبيناها عادي، انت مثلا قويه وهي مش عارفه تبقى قويه. المشكله مش فيكي، المشكله فيها، هي المفروض تحل نفسها او هي تطور من نفسها، بس هي ما طورتش من نفسها، فطبيعي متغاظه منك، فتروح بقى تضايقك وت 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 وممكن تعمل لك حاجات تتكلم عليكي بقى، تعمل لك حركات ملهاش لازمه. فانت لو سكتي للنوعيه دي حرفيا هتتكلي على قفاكي. والحمد لله انا ما سكتش للنوعيات دي كتير، واديتهم على قفاهم لدرجه ان هم اتضايقوا قوي مني. بس انا ما تسيبيش حد يديكي على قفاكي، صح ولا لا؟ تديش ولا تسيبي لحد يديكي على قفاكي، وكله باحترام وبالذوق. هي بتضحك وهي بتقول لي وانا بهزقك وانا بضحك عادي، كله بالاحترام والذوق. من يتدخل فيما لا يعني يسمع ما لا يرضي، جملة أنا ماشية عليها. أنا ما بتدخلش في حياة حد، ولا بقول أنا عايزة كذا يا حبيبتي هو أنت عملتي إيه، دي بس هعملها لناس شخص واحد، هو اخواتي انتوا بتعملوا ايه؟ اخوات احنا بنخش في حياة بعض عادي. اما اي حد حتى لو صاحبتي ما اقدرش يا جماعة، دي شخصية انت عايزة تقوليها قوليها، مش عايزة تقوليها ما تقوليهاش، بسيطة جدا. وده مش معناته ان انت خبيثه او انت اي حاجه، اتس اوكي. انا مش فارقه، ذاكرتي ما ذاكرتيش، اشتغلتي ما اشتغلتيش، بتعملي حاجه دلوقتي ماستر يا ستي او دكتوراه، تمام براحتك، انا ما عنديش مشكله، حبيتي تقولي ما حبيتيش تقولي براحتك. في بنات اصلا كمان ما بتقولكيش اللي هي اتخطبت وتتفاجئي بالصور، تقولك مثلا اللي هي متجوزه فجاه تلاقيها اتجوزت، فجاه تلاقيها هي اصلا ما قالتش اللي ايه هي كانت مرتبطه اصلا، وفجأة تلاقيها ارتبطت واتجوزت، او لا فجأة لقيتيها اتجوزت اصلا كمان، يعني بقت خطيبته خلاص وسنة وسنتين واتجوزوا، وانتوا المفروض مع بعض بقالكم 4 سنين، ما قالتلكيش حتى اللي هي مرتبطة. عادي، مع ان عادي يعني ما تقولي يا ستي، هو انا هقول لك حاجة؟
انت حره، انت لو مش عايزه تحكي خلاص براحتك. فما تجيش بقى تعيبي عليا وتقولي عليا خبيثه ان انا ما بحكيلكيش حاجه او انا ما بقولش حاجه، ما انت زيي. فانت ما ده تناقض يا ماما، ما ينفعش ده. فنصيحه، داري على شمعتك تايدي واقفلي بقك ده شويه. كل ما تقفلي ده كل ما هتنوري، كل ما الشمعه تنور، كل ما تفتحيه كل ما الشمعه تقعد تطفي تطفي تطفي. هي هتطفي، مش كل شويه تتقفل ايه، تتقفل على طول. فارجوكي اقفلي بقك. معلش بس اتعصبت شويه. ف كده ال اسمه ايه، التوك ويز منا النهارده خلص. فاشوفكم في توك جديد وحاجه جديده ونصيحه جديده لبناتي حبيباتي اللي انا بعزكم وعايزاكم تبقوا في احسن حال. باي باي.